صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. واحنا ماشيين في رحلتنا في القطاع الزراعي شفنا ان كان في حلقه منه مهمه جدا، وهي الحلقه اللي بتعمل قيمه مضافه او اد فاليو للمنتجات الزراعيه، وبتحاول ان هي ما تخليهاش ان هي تتصدر زي ما هي، بيعملوا شويه قيمه مضافه عليها. طيب المصانع دي عشان تقدر تصدر الخضار والفاكهه المجمده بتحتاج خطوط انتاج. خطوط الانتاج دي سواء بقى خطوط فرز، خطوط نغسل فيها الخضار والفاكهه، خطوط بعد كده ننشفها، بعد كده نجمدها، بعد كده نعبيها، كل الخطوط المختلفه دي عباره عن مكن موجود في هذه المصانع. طيب الشركات دي عشان تقدر تعمل الكلام ده محتاجه المكن ده. كان قدامها زمان قبل النجاح بتاع شركتنا اللي هنتكلم عليها النهارده بتستورده، اللي بتستورده من هولندا، اللي بتستورده من ايطاليا، اللي بتستورده من المانيا، من دول مختلفه، وفي من الصين، في اماكن مختلفه. هنا جت فكره الشركه بتاعتنا اللي هي ايجي هاند. ايجي هاند لا، بصينا للمختلف. احنا عندنا فجوه في مصر ان احنا بنستورد المكن ده كله، لا احنا هنخش في المكن ده وفي تصنيع المكن ده. ابتدينا من ورشه صغيره موجوده في القاهره. الورشه دي بدات ان هي تبتدي في تصنيع هذه الخطوط المكن. الدنيا مشيت كويس والدنيا نجحت، رحنا فتحنا مصنع وفتحنا التاني. تقريبا دلوقتي احنا بنتكلم اكتر من 90% من خطوط الانتاج الخاصه بالمنتجات اللي هي الخضار والفاكهه المجمده بتعملها شركه ايجي هاند. مش بس كده، دي كمان قدرت ان هي تاخد وتعدل على التصميم، تقدر تعدل على التصميمات اللي كانت قبل كده الشركات العالميه بتعمل بيها خطوط الانتاج. بقى يجي لهم ناس يقولوا لهم الخطوط اللي عندنا اللي جبناها من هولندا فيها مشكله، يخشوا يبصوا يعدلوا على التصميم، لحد ان بقت ان الشركات الاجنبيه بقت كمان بتاخد التصميمات بتاعتهم وتعدل عليها الرسومات بتاعتهم. احنا قادرين نعمل قيمه مضافه ونعمل اد فاليو، بس كل واحد فينا يشوف فين المكان اللي موجود في السوق اللي فيه الفجوه ويخش فيه ويدوس بقلب جامد ويمشي ورا حلمه. بس الاهم ما تنساش تطبق العلم وانت بتمشي ورا حلمك. صباح الفل على كل اللي بيعمل قيمه مضافه، وصباح الفل عليكم، وصباح صنع في مصر.